الأخبار الزائفة والتضليل الإعلامي. إذا كان هنالك هذا الإعلام لعب دور كبير، كيف تقرؤونه هذا الحضور الإعلامي، وكيف يمكن أن يوظف من أجل خدمة هذا الملف؟ أولا للحديث عن الإعلام ببلادنا وترافعه على القضية الوطنية لابد من أن نكون صرحاء. وأنا إعلامي لمدة 35 سنة، عايشت هذا الإعلام ومحطاته وارتداداته إن صح التعبير. ونحن الآن أمام ملف كبير ومهم، كما قال الأستاذ أن لابد أن نكون حذرين. والمغرب لا تنقصه الكفاءات الإعلامية بتاتا، هناك كفاءات مهمة جدا، خصوصا ونحن الآن نعيش عصر الذكاء الاصطناعي، فنحن ننتقل إلى الجيل الخامس، لا مجال للرجوع إلى الوراء. الجيل الخامس يفرض علينا تقنية خطيرة فظيعة للتعامل مع الأحداث، وممكن صورة بسيطة أو كلمة بسيطة تروج في شكل شريط يمكن أن يقلب الدنيا، ويمكن أن يعكس لك كل الاستراتيجيات التي خططتها على مدى سنين. لكن هذا لا يعني باعتبار أننا نحن دولة عظيمة ودولة كبيرة ودولة ذات حضارة تمتد إلى 12 قرنا، وهي من المملكات العتيدة والقديمة عالميا. لذلك هذا يدفعنا إلى التفكير دائما في أن نكون الأولى ونكون في مقدمة الأحداث ونكون المبادرين. فالإعلام في نظري حسب ما نعيشه الآن يفرض علينا أن نركز في كيفية أن نقدمه ونطوره ونجعله فعلا إعلاما قويا يسير مع هذه الثورة الدبلوماسية التي يعيشها المغرب. الإعلام محتاج إلى ثورة حقيقية، لنكون صرحاء. لماذا؟ ولذلك سأتكلم عن الإعلام بشكل موجز حول ما يعيشه الآن، وحول الجانب الإعلام الآخر هو الإعلام الافتراضي، المنصات وتدافعها أو مرافعاتها حول قضية الصحراء المغربية. كذلك المهنة، الصحفيين اشتغلوا بشكل جيد وبروح وطنية عالية خلال محطة القلقلات، وقدموا ما بوسعهم من خلال الإمكانيات المتاحة له، وكان فعلا عملا وطنيا كبيرا. والتف الجسم الصحفي من كل أطيافه المهنية والنقابية إلى غير ذلك. الولايات المتحدة الأمريكية لما أرادت بعد ضربة 2001 لما أرادت أن تغزو العالم لم تستعمل القوة الصلبة في البداية، استعملت القوة الناعمة. هذه القوة الناعمة ليست فقط على الإعلام، طبعا الإعلام كان الركيزة الأساسية بحيث جمعت كل الإمبراطورية الإعلامية. نحن الآن في المغرب مفروض علينا أن نفكر بجد وبعقلية منفتحة من أجل أن يكون لنا إعلام قوي. هذا نقطة لن أفصل فيها كثيرا. النقطة الثانية هو الترافع عن قضية الصحراء في منصات التواصل الاجتماعي. مشكورين السادة الباحثين والذين يخوضون في هذا المجال ويترافعون بما يمتلكون من معرفة ومن معلومات. لكن هذا النقاش في اعتقادي، وليسمح لي هؤلاء اليوتيوبرزيون أن يرفعوا من مستواهم قليلا في الحوار وفي النقاش حتى مع العدو. إذا أردت أن تكسب العدو أو تقنعه، عليك أن تسمو برأيك وبحوارك وبنقاشك، فما بالك بجيران لنا هم أصهارنا وإخواننا، ولنا جمع ولنا مشترك جمعي في الدين واللغة والجغرافيا إلى غير ذلك. فلذلك لا بد أن نسمو. لا يمكن أن تكون طغمة حاكمة لدولة ما أن تغير لنا مجرى التاريخ أو مجرى الجغرافيا أبدا أبدا. ولذلك نحن علينا في هذه المنصات التواصلية الاجتماعية أن نرقى بمستوى الحوار والنقاش من أجل كسب المجتمع الجزائري، من أجل كسب كل المجتمعات التي هي تسير في اتجاهها أو تلعب في فلكها. نحن نعلم أن الجزائر تسخر كل وسائل
الدنيئة وغيرها إلى ذلك، لكن نحن لا ننزل إلى هذا القاع الذي نزلت إليه هي أو نزل إليه النظام الحاكم في الجزائر وليس كل الشعب الجزائري. لذلك يجب أن نرفع من مستوى نقاشنا، لأننا نحن دولة حضارية نؤمن بالحوار الحضاري ونؤمن بالأخوة وبالجوار، ونحن من صنع هؤلاء الذين حكموا الجزائر على مدار 50 سنة الماضية. شكرا.